عبر الهاتف استاذ محمود الشناوي نائب مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط ضيفي في استوديو التحليل. سمعت لما قاله الاستاذ علي الحيدر الخبير الامني يرى بانه تنظيم القاعده الان ليس اقوى من القوات الامنيه، سمى هؤلاء الارهابيين بانهم هم مجرد شرذمه، مجرد جرذان. يقول المالكي ليس هو المسؤول لوحده وانما مسؤوليه تضامنيه، وهذا يطرح تساؤل الان، هل دم العراقيين تكون المسؤوليه فيه عندما يسيل مسؤوليه تضامنيه وحسب يعني على السبيل المعنوي؟ ماذا برأيك سيد شناوي؟ دم العراقيين مسؤولية الجميع. كل من يتولى مسؤولية بالعراق الآن هو مسؤول عن دم العراقيين وما يسال، خاصة السياسيين. إذا كانت القاعدة تنفذ هجمات كما أعلنت، يعني نحن لم نتأكد من مدى قدرتها وإمكانيتها على تنفيذ مثل هذه الهجمات التي ضربت 13 موقعا في وقت واحد وبتوقيت واحد. ولكن المجرم الحقيقي هو من يهيئ الأرضية، أو المسؤول الحقيقي عن دماء العراقيين هو من يهيئ الأرضية لمثل هذه الانفلاتات الأمنية وتلك الخروقات. من يهيئ الأرضية؟ أولا دعني أكمل. تفضل، ولكن قبل أن تكمل، من يهيئ الأرضية؟ يعني حدد أستاذ الشناوي. هذا هو كلامي، يعني الذي يهيئ الأرضية يعني هو المسؤولون دعني السياسيين، يعني الساسة العراقيين هم من هيئوا الأرضية لهذا الأمر. من يهيئ الأرضية أولا القادة السياسيون وخلافاتهم التي لا تنتهي ليس لصالح العراقيين ولكن لصالح مكاسب فئوية ومادية ورسمية من خلال المناصب. ثانيا القادة الأمنيون الذين يتغافلون عن ضعف المنظومة الاستخبارية العراقية ويقومون فقط بمجرد التواجد الشكلي بأسلحة بسيطة لا تغني ولا تسمن من جوع. المسؤول الثالث هو من يعلم بما يمكن أن يجري ولا يذهب ليبلغ عن وجود مؤامرة من شكل ما. هذه السيارات المفخخة وهؤلاء الانتحاريون وتلك العبوات الناسفة لا تسقط من السماء على مناطق لا تنفجر، وإنما يجري الإعداد لها من خلال فرق واسعة من الأشخاص، منهم من يهيئ المسكن، ومنهم من يهيئ المتفجرات، ومنهم من يهيئ الانتحاريين، ومنهم من يهيئ الطرق التي تسلكها تلك المفخخات. ومن يعيش في بغداد ومن زار بغداد يعلم مدى انتشار القوى الأمنية في كل شارع حتى الشوارع المغلقة. وبالتالي هناك مسؤولية من ثلاثة أطراف ليس طرفا واحدا. جميل. والضحية واحد هو الشعب العراقي. تمام. أستاذ محمود الشناوي، من أين يستمد تنظيم القاعدة؟ أنت كنت مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في العراق، بالتأكيد لك خبرة كبيرة وعريضة في المشهد العراقي. من أين يستمد تنظيم القاعدة قوته في العراق؟ هل من يمول تنظيم القاعدة في العراق ليقوم بهذه الهجمات الآن، وإن صح بأنه هو من قام بهذه الهجمات الأخيرة وهو يتبناها الآن؟ يعني إن صح، مع أن رئيس الوزراء قام بعمل مؤتمر صحفي وعرض اعترافات لعناصر قال أنها تتبع مكتب الهاشمي، ولا أتصور أن رئيس الوزراء يقول هذا الكلام من فراغ. إذا كان فعلا يتهم الهاشمي وقادته ورجاله وحرسه الخاص بالمسؤولية عن هذه الهجمات أو هجمات مجلس النواب أو غيرها، فما معنى أن تعلن القاعدة مسؤوليتها؟ معناها أن كل كلام رئيس الوزراء كلام فارغ من الآخر. ولكن دعنا نتفق أن تنظيم القاعدة إذا كان لم يعد بمثل القوة التي كان عليها في منتصف العقد الماضي، وأقصد 2005 و2006 و2007 وحتى أوائل العام 2008، إلا أنه موجود وبقوة في الساحة العراقية من خلال الهشاشة الأمنية الموجودة، من خلال يعني من ساعد خطة الأمن المالكي في فرض الأمن والتي أسماها خطة فرض القانون كان هم الناس الذين كانوا يبادرون فورا بالإبلاغ عن انتحاري. هناك من يتطوع بأن يفدي العراقيين بدمائه ليوقف انتحاريا مثلا أو ليذهب عبوة ناسفة بعيدا عن أماكن تجمع. الناس للأسف الشديد وجدت أن هذا لم يعد أمرا
يعني محمودا، وإنما الموت هو الأمر المحمود الآن بالنسبة لعراقيين كثيرين. جميل. فهم لا يبلغون ويتحملون المسؤولية، لا يقاومون تنظيم القاعدة كما فعلت قوات الصحوة التي تركتها السلطات العراقية في العراء وتركتها نهبا للعناصر الهاربة من تنظيم القاعدة من المعتقلات بتسهيلات رسمية وشبه رسمية، حتى يعملون فيهم قتلا وذبحا هم وعائلاتهم، ولا يجدون حتى راتبا ثابتا يستطيعون أن يعتمدوا عليه في حياتهم. تمام. وبالتالي هناك عاملان: العامل الرسمي الذي لا يجيد التعامل. إذا كان تنظيم القاعدة بهذه القوة، لماذا لا يكون هناك استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف لوقف نمو هذا التنظيم ولتقييد حركته وإفساد خططه في الإخلال بالأمن، وحتى لا تسقط المزيد من الضحايا وتنتشر الدماء في شوارع العراق وفي مناطقها كافة. فالمسؤولية موجودة عند الجانب الأمني بالأساس، والجانب الاستخباري الغير موجود أصلا، والجانب السياسي هو الغطاء لكل ما يحدث الآن. جميل. أتحول إليك أستاذ